ابراهيم عادل، برضو معلش يعني خلونا نتكلم عن ابراهيم عادل، عشان انا بالنسبه لي برضو انتوا يعني بنتكلم على ابراهيم عادل وانه حاجه ما حصلتش وانه فين ابراهيم عادل؟ يعني انت بتلعب على محمد هاني، واحد زي محمد هاني يا جدعان برضو مع احترامي الشديد ما فيش مستوى تماما. انت كابراهيم عادل لو ما ظهرتش في ماتش زي ده، اللعيب اللي ما يظهرش في ماتش زي ده وما يظهرش وهو بيلعب على محمد هاني، انت انت مستنيه يظهر امتى او يأدي امتى؟ يعني انتوا يعني احنا بالنسبه لنا مثلا اللعيب ده بيتقيم في انهي ماتش؟ هل في الماتشات العاديه ولا في الماتشات اللي زي دي؟ اكيد في الماتشات اللي زي دي. فلما لعيب ما يأديش في ماتش زي ده وما يظهرش اصلا في ماتش زي ده، يبقى هو زيش مني على قده. فاهمين قصدي؟ ودي وجهه نظري، ممكن يكون حد مختلف معايا فيها عادي جدا. بس انا بشوف ان واحد زي ابراهيم عادل لا، برضه لعيب عادي. لعيب عادي، مش هو مرموش مثلا، مش مرموش. ممكن يتطور هو لسه سنه صغير، ممكن يتطور وممكن يتحسن، ولو احترف اكيد هيفرق 100% معاه يعني كمستوى. لكن انا بشوفه بالمستوى الحالي هو لعيب عادي جدا. عادي جدا، وينج عالي قوي يعني. حسين الشحات مثلا في احسن مستوى ليه، او السنتين اللي فاتوا حسين الشحات احسن منه بكتير بكتير. ف فده بالنسبه لفرقه بيراميدز. خلونا نرجع بقى للمهاجم الجديد بتاع